ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو اول مرة بتشوفيني اتمنى تشتركي في القناة عندي وتفعلي الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو، وما تنسيش تحطيلي لايك لو الفيديو عجبك. تعالوا النهاردة كده نعمل مع بعض الفطار. هنعمل اكلة سمك كده حلوة قوي. هقول لكم طريقتي في عمل السمك والجمبري والكابوريا. ده كده كيلو سمك بوري، انا منضفاه طبعا وشايله القشر بتاعه اللي بره، منضفه بطنه وغسلاه كويس جدا. هنعمل بقى هنا مع بعض التتبيله اللي هستخدمها للسمك وللجمبري وللكابوريا، هي تتبيله واحده بس. هجيب طبق هنا كده وهحط فيه توم مفروم. التوم ده كنت لسه مطلعاه من الفريزر، كان مجمد شويه بس هو فك يعني. هنا بقى حطيت كمون وكزبرة ناشفة، وحطيت سنة بسيطة كده بابريكا عشان بس تدي لون، مكترتش يعني. ودي برضو ربع معلقة كده بس من الكركم علشان برضو بتدي لون حلو للسمك. ودي رشة كده بسيطة خل، وطبعا الملح ده بقى حسب الرغبة. انا حطيت ملح قليل وبعد كده زودته يعني لان حسيته قليل قوي. وحطيت برضو هنا معلقة صغيرة كده زيت. قلبت بقى كل ده مع بعضه كده، ودي بقت التتبيلة بقى اللي انا هستخدمها في كل الحاجات اللي انا هعملها. اول حاجة كده انا السمك البوري ده هعمله بطريقتين، هعمل صينية سمك صينية يعني، وهعمله مقلي. فالسمك الصينية انا هسيبه زي ما هو يعني بحاله، مش هقطعه. انا قطعت بس المقلي علشان هو كان حجمه وسط يعني مش كبير قوي، فقلت علشان يستوي بسرعة في الزيت وكده ما ياخدش وقت. انا هنا بقى بتبل السمك. انا مش بحب احط التتبيله دي، مش بحب احطها كتير جوه السمك يعني، بحط حاجه بسيطه خالص والباقي بتبل بيه السمك من بره. هتبل السمك كله اللي هقليه واللي هعمله صينيه، لان هي يعني هي التتبيله، مش هغير فيه حاجه، هي التتبيله تنفع للاتنين. السمك اللي هو السمكية بحالها دي ده هو اللي انا هعمله صينية. اخدت بقى كده معلقتين من نفس التتبيلة وحطيتها على الجمبري وقلبتها كويس. على فكرة الجمبري ده انا غسلاه كويس قوي وشايلة منه الكيس الرملي اللي بيبقى في الظهر. هو الجمبري انا هسلقه، مش هعمل فيه اي طريقة تانية يعني، بس برضو انا بشيل الكيس الرملي لانه ساعات بيكون واضح قوي في الاكل. ساعات بصراحة بكسل اشيله للامانة يعني، بس بقالي فترة كبيرة قوي بشيله، لان كمان سمعت ان هو غلط عشان بيعمل حصاوي على الكلى وكده، فغلط لازم يتشال. وهو شيله مش صعب يعني، فشلت الكيس الرملي من الكمية كلها. تبلت الكابوريا برضو بنفس التتبيلة اللي انا عاملاها. وده بقى السمك اللي انا هعمله صينية. انا بتبل كده، عملت فيه فتحات كده من عند الظهر، وبحط فيها التتبيلة عشان التتبيلة والطعم والبهارات والحاجات دي تدخل جوه اللحم بتاع السمك كده. هنا بقى تبلت السمك وتبلت كل حاجة. تعالوا بقى كده نعمل الحاجة مع بعض بالخطوات. اول حاجة هنا السمك اللي هعمله صينية، انا بقطع بطاطس، وما تقلقوش خالص البطاطس دي لا بتتحرق ولا بيبقى طعمها زفر فهتترمي. البطاطس دي بتبقى متبله وبيبقى طعمها حلو قوي وبتتاكل عادي يعني، انا بحب اكلها قوي، ما بتبقاش زفره ولا اي حاجه. هحط بس عليها كده رشه ملح ورشه فلفل اسمر. جربوا الطريقه دي في السمك الصينيه والله هتعجبكم قوي. وحطيت كده رشه كمون. وهنا بقى هحط شرايح بصل وشرايح طماطم. وده كده فلفل، محبتش اكتر بس الفلفل لان هو كان حامي. هحط بقى السمك كده على البطاطس والحاجات اللي انا مقطعاها دي، واحط كمان كده فوق السمك شرايح بصل وشرايح طماطم. حطيت كده شرايح بصل وشرايح طماطم وفلفل، ممكن كمان تحطوا شرايح ليمون فوق الوش.
وبعدين رشيت كده رشة كزبرة ناشفة يعني. وبعدين بحط كده فوق كل سمكية شوية زيت كده كويسين عشان السمك ما ينشفش معايا، الزيت بيخليه طري كده وما ينشفش معاكي يعني في الفرن. بس كده هي دي الحاجات اللي انا حطيتها. وبعد كده يعني بس انا يعني ما صورتش، حطيت معلقه بابريكا كده على كل، يعني نص معلقه بابريكا على كل سمكيه كده، وعلشان بس ياخد لون كويس. حطيت ربع كوبايه ميه وحطيتها على النار الاول حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، وبعد كده دخلته بقى الفرن. دي بقى الكابوريا. جبت حله كده وحطيتها على النار وحطيت فيها الكابوريا. طبعا الكابوريا انا كنت حاطه عليها تتبيله اللي هي الثوم والحاجات اللي احنا كنا عاملينها دي. وبعدين حطيت عليها شرايح بصل كده وطماطم. بصوا البصل مش شرط تقطعوه شرايح زي ما انا مقطعاه كده، ممكن مكعبات عادي. بس هو ده البصل اللي اتبقى مني لما اللي انا كنت حطاه على الصينيه بتاعه السمك يعني، فقلت مش هيترمي حرام، انا كده كده هحط بصل على الكابوريا، فحطيتهم حطيتهم زي ما هما كده يعني في الحله. وبعد كده بقيت حطيت ميه سخنه، حطيت حوالي تقريبا 4 كوبايات ميه سخنه يعني. بصوا يعني بقى انا كنت حطيت البابريكا زي ما قلتلكوا على السمك عشان ياخد لون كده حلو من فوق. بس الجمبري بقى جبت حلة على النار برضو سخنتها، وبعدين نزلت فيها بالجمبري زي ما هو كده. طبعا احنا متبلينه زي ما انتوا عارفين، والتتبيلة فيها زيت يعني، فمش هيلزق معاكوا ولا يتحرق ولا حاجة، متقلقوش. هفضل اشوحه كده في الحلة. طبعا انا كان المفروض استنى شوية لحد ما الجمبري لونه يتغير وبعد كده احط المية، بس انا كنت بعمل الفطار وانا مستعجلة قوي علشان اخلص وكده، فحطيت المية على طول. وهي عامة كانت مية سخنة يعني مية مغلية، فعادي يعني ما فيهاش حاجة. وبعدين حطيت نص بصلاية كده مش كتير. بصوا انا هنا شلت الفلتر بس عشان تشوفوا لون الجمبري، لان الفلتر اللي انا كنت حاطاه كان فاتح قوي. دي كده الكابوريا اهو بدأت تغلي. لما تحطوا ميه على الجمبري حاولوا ما تكتروش، لان لو هتكتري الشوربه بتاعته هتطلع خفيفه قوي وملهاش طعم. يعني كل ما كانت الميه قليله كل ما كانت هتبقى الشوربه مركزه كده وطعمها احلى. كان هنا الجمبري كان خلاص استوى، طفيت عليه. ودي كده الكابوريا برضو كانت خلاص يعني قربت تستوي. هنا كده تقريبا كانت خلاص بقى استوت وطفيت عليها برضو. تعالوا بقى نعمل الرز مع بعض. انا بحط في الحلة الزيت والبصل المبشور، بصل مبشور يعني او متقطع صغير خالص كده. وطريقة الرز اللي بالبصل يعني مش صعبة، بس انا يعني بعمل معاكم الفطار كله. قولولي بقى انتوا بتحبوا تاكلوا جنب السمك الرز اللي بالبصل ده ولا الرز الابيض؟ لان انا اكتشفت ان ناس كتير قوي بتحب تاكل جنب السمك الرز الابيض. انا ما بحبهوش جنب السمك يعني، معرفش اكله جنب السمك ابدا. يعني الرز الابيض ده جنب الطبيخ ممكن عادي، لكن جنب السمك لازم الرز اللي بالبصل ده. معرفش استطعم السمك من غيره يعني. هنا بقى اول ما البصلة كده احمرت جامد حطيت المية. برضو يعني من استعجالي برضو كان البصلة المفروض تاخد لون اكتر من كده، بس انا عشان كنت مستعجلة فبرضو طلعت فاتحة شوية، بس عادي يعني مش مهم. حطيت بقى ملح وكمون وحاجة بسيطة كده بس شطة عشان ما يبقاش حامي قوي. وبعد كده حطيت الرز وسبته بقى لحد ما يستوي. بصوا بقى دي بطاطس مهروسة عشان اعملها سلطة. بصوا بقى انا بسلق البطاطس بقى يعني بقشرها وبقطعها مكعبات وبسلقها من غير قشر. يعني بقطعها مكعبات صغيرة كده وبسلقها، ما بتاخدش وقت خالص. وبعدين وهي لسه سخنة كده بحط عليها شوية لبن. ما تستغربوش يعني اللبن ده اللي هيخليها طرية كده وفيها مطة زي اللي بناكلها في المطاعم، بيخليها طعمها تحفة.
وهي سخنة برضو كده لسه سخنة خالص بحط عليها معلقة زبدة ومش كتير، يعني المعلقة دي مش كتير ما تقلقوش، هي هتسيح دلوقتي. وبحط بقى عليها توابل. انا بقى التوابل اللي بحطها، انا بحط ملح وكمون وممكن شطة بسيط كده، وساعات ما بحطش شطة عشان ما تبقاش حامية برضو، علشان ابني وكده ما بيعرفش ياكل الاكل حامي، فاوقات كتير ما بحطش شطة، بس هي الاساسي ملح وكمون. في ناس بقى بتحط توم، في ناس بتحط خل، دي كلها حاجات اضافية، عايز تحطيها حطيها، لو مش عايزة خلاص. دي كده ربع معلقة بابريكا عشان تديها بس لون محمر شوية. هي على فكرة لما بيتحط عليها توم بيبقى طعمها حلو برضه، بس بتبقى طبعا تقيلة على المعدة وكده، فهي كده طعمها حلو قوي. هنا بقى كنت هقلي السمك. انا بحط في الدقيق بتاع السمك بحط فيه شوية ملح كده، بس علشان لو انا مقللة الملح ولا حاجة في السمك يظبط لي الدنيا، ويبقى الطبقة اللي بره دي يبقى فيها طعم كده مملح، ما تبقاش يعني ايه طعمها عادب او كده. فبقلب السمك كده في الدقيق وبعدين هنقليه. انا هنا بقى كنت بقلي السمك، بس يعني ما صورتش الخطوة دي ما صورتش المرحلة دي بالظبط، يعني اختصرت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس هو ده كده شكل الاكل في الاخر. عايزة اقول لكم حاجة، والله العظيم يا جماعة، انا اليوم ده بجد حصل لي كوارث. يعني الخلاط فجأة وقف مش راضي يشتغل، الكابل بتاع الرينج لايت وقف برضو فجأة. يعني انا كنت هنا بصور بالرينج لايت بتاعتي القديمة، ولو تلاحظوا الاضاءة بقت ضعيفة قوي عن اول الفيديو. حاجات اتكسرت مني. فيعني بصوا حصل لي كوارث كتير والله اليوم ده، غير ان انا اصلا كنت تعبانة وكنت بعمل كل حاجة بسرعة عشان عايزة اخلص بقى واقعد وكده. فوالله تعبت جدا 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 في الفيديو ده. فعايزاكم بس يعني تفرحوني كده وتعملوا لي لايك للفيديو ده وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، تقولوا لي رايكم في الاكل، لان انا بجد تعبت قوي في الفيديو ده. هو ده كده السمك المقلي ودي البطاطس. بس كده يا بنات، ولو وصلتي لحد هنا حابة اشكرك ان انتي متابعيني وبتتفرجي معايا على الفيديو لحد الاخر. وما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك تحطيلي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس عشان اول ما انزل فيديو يجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو وتشوفيه. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.